الوزاري المكون من السادة محمد حصادة وزير الداخلية، والسيد الشرقي الدريس الوزير المنتدب في الداخلية، وشرفت أفلال الوزير المنتدب لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، رفقة ولجات العيون الساقية الحمراء وشخصيات أخرى انتقلوا عبر طائرة مروحية للاطلاع على الوضع الحالي بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء. وخلال هذه الجولة تم الوقوف على الوضع الحالي لقنطرة سد المسيرة الخضراء بالعيون وقنطرة وادي الساقية الحمراء، وكذا الوضع المزري الذي آلت إليه منطقة الجراد بنفوذ جماعة فم الواد القروية، وكذا شاطئ فم الواد اللذين عرف أكبر نسبة من الخسائر على صعيد إقليم العيون، سيما بالضيعات الفلاحية وكذا الثروة الحيوانية الهامة المتوفرة بهذه المنطقة والتي لحق بها من الضرر الكثير. وعشية اليوم عقد الوفد الوزاري لقاء تواصليا مع منتخب إقليم العيون تطرقوا خلاله لمخلفات فيضانات وادي الساقية الحمراء والجهود المبذولة لإيجاد حل لعديد المشاكل التي خلفتها هذه الوضعية والإمكانيات المتواجدة لإصلاح الأضرار وإعادة الحركة لوضعها العادي. بالنسبة للجماعة ديال فم الواد كاين هذاك الكورنيش جبريات الضرر بالنسبة للتهراس القدرون ولا الحيط الوقائي، وكاين هذاك الشيء ديال الضيعات بالنسبه لجرادي فم الواد. وعدنا الوزير باش يعوضوا للناس ذوك الخسائر اللي ضاعت فيهم بالنسبه للجرادي فم الواد. طرقنا جميع النقاط ونبشروا الساكنه فعلا كان ضرر كبير ما يتعلق بالناس اللي هو مستثمرين في بالاخص فم الواد، كاين ضرر كبير. وقلنا للسيد الوزير والسيد وزير الداخليه عن هذا كاين ضرر، وقال عن لابد ان تكون تعويضات شامله فيما يتعلق بهذا الضرر اللي واقع في المنطقه. الحلول اللي يجب التعامل معها كيف قنطرات هذا، وكأن مدينه العيون هي الان تعتبر كأنها جزيره لانها فاقده جميع وسائل التغذيه، وطرقنا لهم بإلحاح من اجل وجود حل. طلبنا منهم باش يخلقوا لنا سد على واد الساقية من نواحي الشيرة والله العيون، وسد كذلك في نص واد الساقية من الفوق باش يعود ينقص من الجهد ديال الماء. والنقاط الثانيين هما هذوك يعود يديروا فوق السد تعود قنطرة، وتعود قنطرة ثانية في القنطرة القديمة وقنطرة في فم الواد باش يعودوا ثلاث قناطير ان شاء الله، باش ما يخلق منين يخلق لامبان في وحده ولا كذا عطب تعود الثانيه تبلاصه معها الحديد. وخرج المجتمعون في هذا اللقاء التواصلي لضرورة فتح الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين طنطان والسمارة في أجل أقصاه الثلاثاء القادم كمتنفس أولي في وجه قاصدي الأقاليم الجنوبية في انتظار فتح الطريق الوطنية المؤدية لإقليم العيون خلال القادم من الأيام، على أن تعمل الجهات الوصية على إصلاح الأضرار وفق استراتيجية تروم تقوية البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لإقليم العيون. إذن كما